أهلا بيكم إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن كورس الأرابيك ناتي CCL، وده يعتبر من أهم الخطوات لأي حد بيقدم على برامج هجرة أستراليا على فيزا 190 189 أو 491. من خلال الاختبار ده بتقدر تضيف 5 نقاط على ملف الهجرة الخاص بيك. طيب، أول حاجة يا جماعة، هو الامتحان اسمه ناتي ولا اسمه CCL؟ الامتحان نفسه اسمه CCL، وهو اختصار لكلمة Credentialed Community Language، يعني اللغة المجتمعية اللي بيتعامل بيها الأسترال في الأماكن العامة. هو بيختبرك في المصطلحات الخاصة بالحياة اليومية في المجتمع الأسترالي. يبقى الامتحان نفسه اسمه إيه؟ الامتحان اسمه CCL. طيب أمال إيه ناتي بقى؟ الناتي هي الجهة اللي بتصدر اختبار ال CCL. الناتي هي اختصار لكلمة National Accreditation Authority for Translators and Interpreters، يعني الهيئة الوطنية لاعتماد المترجمين والمترجمين الفوريين داخل استراليا. يبقى الجهة اللي بتصدر اختبار ال CCL اسمها نايتي. زي بالظبط مثلا في اختبار البي تي اي، الجهه اللي بتصدر اختبار البي تي اي اسمها بيرسون. الجهه اللي بتصدر اختبار الايلتس اسمها كامبريدج. فنفس الشيء هنا برضو، الجهه اللي بتصدر اختبار السي سي ال جهه اسمها نيتي. فامتحان السي سي ال هو امتحان بيختبرك في اجاده اللغه اللي بيتعامل بيها الاسترال بصفه يوميه في الهيئات الحكوميه، في المدارس، في المطاعم، في السنتر لينك، وهكذا. امتحان السي سي ال هو امتحان ترجمه. طيب بعد كده بيقول لك this test is not a professional certification، يعني ما ينفعش تاخد امتحان الناتي عشان تشتغل مترجم. ما ينفعش ان انت تمتهن مهنة الترجمة بعد امتحان الناتي. طبعا هنا برضو نفس الفكرة، بيقول لك بعد ما بتنجح في الاختبار انت بتاخد 5 نقاط، والنقاط دي بتتحسب في الاي او اي اللي انت بتيجي تعمله في الديبارتمنت اوف هوم افيرز لما بتيجي تقدم على الفيزا. المفروض ان انت لما بتيجي تعمل الاي او اي بتلاقي عندك كده حاجة اسمها credentialed community language points، بتيجي كده جنبها وبتعمل تشيك مارك بحيث ان انت تكليم البوينتس الخاصة بامتحان الناتي. طيب خلينا كده يا جماعة نوضح هو الاختبار بيكون عامل ازاي. قبل الكورونا الامتحان كان بيتعمل في استراليا، كنت بتاخد فيزا وتحجز طيران وتروح استراليا تمتحن هناك. كنت بتدخل ميتنج روم وبتلاقي فيه شخصين، واحد نيتيف انجلش سبيكر على يمينك والتاني نيتيف ارابيك سبيكر على شمالك، والمطلوب منك ان انت تترجم. يعني ايه؟ يعني مثلا الشخص العربي هيقول جملة بالعربي، فمطلوب منك ان انت تترجمها بالانجلش للشخص الانجليزي، وبعد كده الشخص الانجليزي هيرد عليه بجملة باللغة الانجليزية، فحضرتك هتترجمها بالعربي للشخص العربي اللي قاعد، وهكذا. يعني حضرتك كده قاعد مترجم في النص، العرب يقول جمله باللغه العربيه فانت تقوم مترجمها بالانجلش، الانجليش يقول جمله باللغه الانجليزيه فانت تقوم مترجمها بالعربي، وهكذا. كانك كده بالظبط مترجم فوري. طبعا بيكون في دايلوج او بتكون في محادثه هما الاثنين متفقين عليها، وانت طبعا بتترجم. وطبعا بما انك عربي فاللغه اللي انت هتترجم ليها عربي، لو انت هندي فاللغه اللي انت هتترجم ليها هندي، وهكذا. طيب الكلام ده يا جماعه كان قبل كورونا. طيب بعد كورونا بقى ايه اللي حصل؟ قال لك بعد كورونا احنا هنخلي امتحان الناتي اونلاين. فبقى بيجيب لك اوديو تراك، الاوديو تراك ده بيكون ريكوردد، بيجيب لك كده مقطع صوتي، المقطع الصوتي ده بيكون مسجل، المقطع الصوتي ده بيكون محادثه ما بين شخصين، شخص عربي وشخص انجليزي، وبعد كده يقوم مسمعك جمله باللغه الانجليزيه ويطلب منك ان انت تترجمها عربي، وبعد كده يسمعك جمله باللغه العربيه ويطلب منك ان انت تترجمها انجلش، والعكس. يعني ايه؟ زي ما احنا كده شايفين قدامنا على الشاشه، بيسمعك كده مقطع صوتي، المقطع الصوتي ده بيكون باللغه الانجليزيه فانت بتقوم مترجمه عربي، وبعد كده بتقوم دايس نيكست، يدخل على الصفحه اللي بعدها، في الصفحه اللي بعدها يقوم مسمعك الرد، بيكون عباره عن جمله باللغه العربيه فانت تقوم مترجمها انجلش، بعد كده تدوس نيكست، بعد كده يقوم مسمعك مثلا جمله باللغه الانجليزيه فانت تترجمها عربي، وهكذا. يعني المحادثه اللي كانت ما بين شخصين دلوقتي بقت ريكوردد، بقت مسجله، بيسمعك الاول جمله بالعربي تقوم انت مترجمها بالانجلش، وبعد كده تقوم دايس نيكست، يدخل على الجمله اللي بعدها تكون جمله بالانجلش وانت تترجمها عربي، وهكذا. فطبعا الموضوع كده بقى اسهل كتير، لان في بعض الناس بيكون عندها رهبة ان هي تتكلم قصاد حد او ان يبقى في حد بيمتحنها، ولكن انت بتمتحن اونلاين وانت قاعد في بيتك، فالموضوع بيكون اسهل وبيزيل من عندك اي حواجز نفسية. طيب خلينا دلوقتي ناخد مثال. الدايلوج اللي قدامنا ده هو من ضمن الماتيريال المقدمه من هيئه الناتي، واحنا طبعا برضو هنشارك معاك دايلوجز او محادثات كتير تقدر ان انت تتدرب من عليها، ولكن خلينا كده نسمع مع بعض علشان الموضوع يوضح بالنسبه لنا اكتر. على سبيل المثال دي محادثه ما بين مديره مدرسه ووليه امر طالب، وانت مترجم في النص. مديره المدرسه طبعا هي بتتكلم انجلش ووليه امر الطالب بتتكلم عربي، فعلى سبيل المثال مديره المدرسه هتقول جمله باللغه الانجليزيه فانت هتقوم مترجمها عربي، بعد كده هتقوم السيدة أو ولية الأمر اللي بتتكلم عربي هتقوم قايلة جملة باللغة العربية فأنت تقوم مترجمها إنجلش، وهكذا. ده هيكون دورك. خلينا كده نسمع مع بعض المحادثة دي. This dialogue is an interview between a mother and a school principal, Ms. Karen Black. The mother is seeking information on how to process her daughter's enrolment at the school. The dialogue begins now.
Good afternoon. I'm Karen Black, the principal. Thank you for your interest in enrolling your daughter at our school. مساء الخير سيدة بليك، شكرا جزيلا على هذه المقابلة. وصلنا إلى أستراليا قبل عدة أشهر، وأريد أن تبدأ ابنتي المدرسة في أقرب وقت ممكن. We can help you with the enrolment. Firstly, does your child have any health or medical conditions such as allergies that we need to be aware of? كلا، ابنتي بصحة جيدة وقد تلقت كل اللقاحات لسنها. إنها ذكية جدا وهي حاليا تفهم بعض الإنجليزية. That is great. She will need to do a proficiency test in English to assess whether she may need language support. طيب ده يا جماعة يعتبر نص دايلوج، ده كده مش دايلوج كامل، بس احنا حابين بس نوضح الفكرة ان انت بتسمع جملة باللغة الإنجليزية وبعد كده بعد ما بتسمع التن بتقوم حضرتك مترجمها عربي، وبعد كده بتسمع جملة تانية باللغة العربية بتسمع تن بتقوم مترجمها انجلش، بعد كده تسمع جملة باللغة الإنجليزية تسمع تن تقوم مترجمها عربي، وهكذا. والمحادثة دي بتكون محادثة ما بين شخص native English speaker ومحادثة ما بين native Arabic speaker، وحضرتك مترجم فوري قاعد كده كأنك قاعد في نصهم وبتترجم.